كنت في الجزء اللي فات من قصه الجميله والوحش حكيت لك ان بيل بعد ما راحت المستشفى تدور على امها في شخص خطفها واخدها الزنزانه ومكان تحت الارض بيعذبوا فيه الناس، وهي ما كانتش فاهمه هو ليه الشخص ده برغم ان هو المفترض صاحب امها بيعمل فيها كده، وايه المكان الغريب اللي هي موجوده فيه وايه علاقته بامها، ويا ترى اللي اسمه فريدريك ده بعد ما مسك حقنه ودخل دلوقتي عليها ناوي يعمل فيها ايه، وهل هتقدر تنجو منه ولا لا. فضلت بيل عماله تصرخ وهو داخل عمال يقرب بيها من الحقنه، وفعلا غرزها في جسمها وسحب منها شويه دم، وبعدين راح ساحبها تاني وراح رايح رميها في زنزانه. المره دي هي الزنزانه اللي دخلتها ما كانتش لوحدها، ولكنها لقت ست موجوده هناك عجوزه وضعيفه جدا وجسمها مليان كدمات، وحتى ان هو مليان خياطه كانها خضعت لاكتر من عمليه جراحيه، وكانت ضعيفه جدا وهزيله مش قادره انها تتحرك. بيل لما قربت من الست دي وبدات انها تبص في وشها وملامحها اكتشفت ان دي امها، فجريت عليها وهي برضو ادركت ان دي بنتها الصغيره اللي كبرت، واخدوا بعضهم بالحضن. فهنا بيل ما كانتش فاهمه وبدات تسالها ايه اللي حصل معاكي، ايه اللي وصلك للمرحله دي وانت موجوده هنا من امتى. قالت لها انا محبوسه هنا بقالي 10 سنين، وده معناه ان هي ما سابتش بيل وهربت زي ما كانت بيل فاكره وهي صغيره، ولكن الحقيقه ان في حد خطفها وجابها هنا. ركز بقى في اللي هتقوله كويس لان هنا هي هتكشف السر كله. روزلاند بعد ما راحت للامير ورمت اللعنه عليه، اللي بيحصل ان فريدريك ده بيخطفها. طب ليه فريدريك ده بيعمل كده؟ زي ما قلت لك ان فريدريك ده كان من الصحراء زيها، ولكنه ما كانش بيمارس السحر، لا والاسوأ ان هو كان بيكره كونه ساحر وبيكره السحرة الباقيين. وبما ان هو كان شغلته او مهنته طبيب، فاخد نفسه المكان بعيد وقعد لمدة سنوات بيعمل تجارب على نفسه وبيحاول ان هو ينقي الدم بتاعه لحد ما يبقى دمه نقي تماما ويبقى بني ادم طبيعي مش ساحر. وفعلا بعد مرور سنين من التجارب على نفسه فريدريك بينجح ان هو يتحول من ساحر لبني ادم عادي، او يعني هو كان فاكر كده، ولكنه مش بيكتفي بالموضوع ده وبيبقى عايز انه يحول كل السحرة الموجودين في المملكة وينقي دمهم عشان يبقوا بني ادمين طبيعيين وينهي السحر من العالم. فبيروح للملك والملكة والامير وبيعرض عليهم المشروع بتاعه، وفعلا هم بيرضوا بيه وبيقبلوا بالفكره جدا، وبيقرروا ان هم هيمولوه بكل الفلوس اللي محتاجها ويدوا له اي تصاريح هو عايزها عشان يبني مستشفى الامراض العقليه، اللي هي كانت مجرد غطاء للنشاطات المجرمه اللي هو كان عايز يعملها في الصحراء. وفعلا بيبتدي بعدها حمله خطف كبيره لكل السحرة الموجودين في المملكه اللي هو كان عارفهم لان هو كان واحد منهم، واللي كان من ضمنهم روزلاند. ولكنها قبل ما تتخطف ولما عرفت باللي فريدريك بيعمله راحت للامير ورمت عليه اللعنه، ولكن قبل ما ترميها قررت انها تختبره، برغم ان هي عارفه ان ابوه وامه وهو مشاركين في التعذيب اللي بيحصل لاخواتها. وعشان تبقى متخيل كميه الرعب، فريدريك ده كان باني طوابق كتيره تحت المستشفى كلها زنزانات وغرف عمليات كان بيعمل فيها التعذيب، او اللي هو كان فاكره يعني عمليات بينقي بيها دم الصحراء ويحولهم لبشر طبيعيين. ولكن اغلبيه الناس اللي هو كان بيدخلهم العمليات دي ما كانتش في نسبه نجاح كبيره، يعني كان في منهم اللي بيموت لانه ما كانش بيستحمل التعذيب اللي هو بيعمله فيه، وفي اللي كان بعدها زي ما حصل لام بيل بيتحول لبني ادم طبيعي وبيفقد قدرته السحريه، ولكن كان بيبقى جسمه ضعيف جدا وبيبقى مشوه من كتر العمليات اللي فيها. بيل وامه وهم في الزنزانه بداوا يسمعوا من بره صوت خبط وضرب وزعيق وما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، ومره واحده باب الزنزانه اتكسر ولقوا الوحش قدامهم، اخدهم بسرعه وطلع بيهم بره المصحه. اللي حصل ان الوحش بعد ما بدات تعدي اكتر من ساعه وبيل اتاخرت عليه فهو قلق وقرر ان هو يستعمل حاسه الشم بتاعته القويه ويتتبع الريحه. عرف مكانها فين بالظبط، انها تحت الارض، وكسر البوابات وقتل الحراس وقدر ان هو ينقذهم. بيل والوحش بسرعه بداوا يحرروا كل الناس والصحراء اللي محبوسين جوه الزنزانات اللي تحت المستشفى وخرجوهم. والامر لما اتفضح وتعرف ان فريدريك بيعذب في الناس، الاهالي بتوع البلد كلهم اتقلبوا عليه واعدموه بنفس الطريقه اللي كانوا بيعدموا بيها الصحراء، بانهم ولعوا فيه وهو حي. بيل طبعا شايفه الحاله بتاعت امها اللي هي وصلت لها وكميه الضعف اللي فيها، وادركت ان هي مش هتعرف انها تخلي الوحش يرجع تاني بني ادم وتفك اللعنه، لان هو كمان كان خلاص عيد ميلاده ال21 عدى، فاللعنه كده ثبتت عليه. ولما بدات روزلاند تتكلم مع الوحش سالته هو انت كنت تعرف باللي بيعمله فريدريك؟ فهو اكد لها ان فريدريك لما جال ابوه وامه وهو اقنعهم ان هو كان بيبني مستشفى الامراض العقليه، ولكن ابوه وامه كانوا عارفين ان المستشفى دي بيعملوا فيها التجارب على الناس الصحراء، ولكن الامير اكد لها ان هو ما كانش يعرف، هو كان بس بيموله وبيدفع له فلوس على امل ان هو الراجل ده كان بيساعد الناس اللي محتاجه وبيعالج المرضى. فده معناه ان روزلاند طول السنين اللي فاتت دي كانت ظالمه الامير ومفكره ان هو كان مشارك في الجريمه اللي بيعملها فريدريك، ولكن في الحقيقه ما كانش يعرف اي حاجه. وللاسف زي ما بقول لك دلوقتي هي مش هتعرف انها تصلح غلطتها وترجعه تاني بني ادم وتشيل عليه اللعنه، لان هي بالفعل فقدت قوتها السحريه خالص. لكن الوحش بيقول لها ان هو اصلا مش مهتم بان هو يرجع تاني بني ادم، وان هو حابب اللي هو عليه دلوقتي وبيكره الشخصيه القديمه بتاعته لما كان امير متعجرف ومغرور وبيظلم في الناس. ودي بقى كانت القصه الموازيه للجميله والوحش من كتاب از اولد از تايم، اللي زي ما قلت لك ديزني بتبقى عامله النسخه دي وعارفه ان هي كلها تفاصيل مظلمه ومرعبه واوقات بتبقى دمويه زي ما انت شفت، وما ينفعش ان في طفل صغير يتفرج عليها.
وزي ما انت شايف النهايه مش لازم تكون نهايه سعيده اصلا. فقولوا لي بقى ايه رايكم، القصه ديت ولا القصه بتاعت الفيلم؟ ورمضان كريم عليكم، معاكم محمود زايد، سلام.